بدون مقدمات، في ناس وجودهم في حياة غيرهم عامل زي العطسة بالظبط، مزعجين ومؤذيين ويسببوا توتر لكل اللي حواليهم. ولما تقرر كإنسان واعي وفاهم إنك تخرجهم من حياتك، هتحس براحة وطمأنينة، ويبقى واجب عليك تقول الحمد لله. الراحة هنا مش بس لأنهم مشيوا، لا، الراحة هنا لأنك اكتشفت إنك كنت عايش وسط طاقة سلبية، عايش وسط نفاق ووجع دماغ. في ناس وجودهم في حياة بعض كله مبني على المصالح وبس، مصالح مش أكتر من كده. كلامهم قدام بعضهم حلو، لكن قلوبهم بتبقى سامة. بيضحكوا مع بعض لكن كارهين بعض، ويغيروا دايما من الناجحين، يقولوا بيحبوك وهم أول ناس يبيعوك. ولما ربنا يساعدك على قرارك بخروجهم من حياتك ويبعدوا عن طريقك، فلازم تقول الحمد لله، لأن قرارك أصبح نجاة ليك من ناس كان وجودها مجرد وجع دماغ وضاع وانت مش واخد بالك. في النهاية بقول لك ان في ناس عاملة زي العطسة بالظبط، فلما يخرجوا من حياتك فواجب عليك انك تقول الحمد لله.